النهارده هنعمل التتبيله. دلوقتي هنعمل التتبيله بتاعت سمك السردين. مكوناته ايه؟ توم، فلفل احمر واخضر ورومي وشطه وكمون وفلفل، وهنحط شويه خل وهنحط شويه ليمون. هنحطهم كده في الكب. احط لها الليمون، احط لها الخل، وهنضربهم. تتبيله على السمك زي ما احنا حطيناها، والخضار اللي احنا قطعناه، البطاطس والبصل والفلفل، كل الخضار اللي احنا قطعناه هنحط له برده بنفس التتبيله، وهنقلبه كله في بعض عشان كله يشرب من بعضه، عشان لما تيجي تاكلي الخضار يبقى طعمه واخد من التتبيله. بصوا يا جماعه شكلها بتبقى جميله. هنحط لها دلوقتي بقى ايه؟ السمك. هنرص السمك كده. رص السمك كله كده نفس الطريقه، هتلفيه في الصينيه يدي معاكي شكل حلو قوي. دلوقتي زي ما انتم شايفين احنا بنكمل بقيه الرصه. العين بتاكل قبل البق، لازم ايه؟ نعمل حاجه اللي ما بيحبهاش هياكلها. بصوا يا جماعه كده الرصه. احنا كده رصينا السمك، لسه بنكمل. ده كده ايه؟ السمك. اقول لكم ان انا قبل ما احطها في الفرن لازم نحط لها ايه؟ شويه زيت من على الوش. شكل السلطه بعد ما انا خلصتها. ده شكل السمك بعد ما استوى. ايه رايكم فيه؟ بصوا بقى البصله، بطاطس والقوطه والسمك، بطاطس مستويه اهي. بصوا السلطه